صباح الخير على كل حبايبي واخواتي، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شم النسيم وعيد الربيع، واخواتنا الأقباط بمناسبة عيد القيامة. ودايما يا رب أيامكم كلها أفراح وعياد، ودايما كده زايدين مش ناقصين بإذن الله. وطبعا يوم شم النسيم الكل بيتغدى الأكلات الحلوة الجميلة جدا اللي انتم شايفينها دي، التونة والسردين والفسيخ والرنجة والملوحة المشهورة عندنا دايما في الصعيد. طبعا بتتعب المعدة. أنا مجهزة شريط المعدة، مجهزاه بعد ما نتغدى كده أخذ لي برشامتين معدة. بس لازم الأكلات الحلوة الجميلة دي اللي تفتح النفس ما نقدرش نستغنى عنها في اليوم ده. أنا جايبة معايا تونة ومعايا سردين ومعايا الملوحة، أهم طبقة عندي على الصينية زي ما انتم شايفين كده، ملوحة وسط اللمة تاكليها كده، ومع بصل مع خس مع جرجير مع طبق السلطة، وديها بقى النهاردة. أتمنى فيديو النهاردة يعجبكم بإذن الله. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده الليمون يا جماعة، شايفين الليمون ده ربع كيلو، 5 وحدات بس ب30 جنيه، يعني الوحدة واقعة ب6 جنيه. شايفين غلى ازاي الليمون جن. ليه كم شهر كده مجنون، كل ماله في الطالع والنازل. بس ربنا يرحمنا يعني. طبعا البصل والخس والجرجير، ده بصل أرضنا والجرجير. الخس بس أنا اشتريته مع الليمون. وطبق السلطة اللي لازم مع الأكلات الحلوة دي، طبق سلطة. حطيت التونة في اطباق زي ما انتم شايفين كده، تونة بشطة، تونة عادية. طبق السردين، طبق الملوحة الجميلة اللي تاكليه وسط عيلتك كده ما تشبعيش منه، مع البصل مع الخس مع الجرجير. طبعا ليمونة واحدة أنا عصرت كل الأنواع دي. طبعا الليمون غالي، 4 وحدات كده نكمل بيهم 2-3 قدام. اكتبوا لي في التعليقات هتتغدوا ايه النهاردة، وطقوسكم ايه في شم النسيم، تعملوا ايه انتوا صغيرين، انتوا كبرتوا. كنا زمان يا جماعة أمي كانت عنديها البيض وبتلوننا البيض بالكركديه، بقشر البصل بدي لون الأصفر الحلو، بالكركديه كده بديله اللون محمر شوية، مع الشاي الناشف بدي لون كده عنابي حلو جدا. كانت بتلوننا البيض ونقعد نتغدى، بعد ما نتغدى كده وناكل البيض. كن البيض، تلوين البيض كان قبلها بيومين، يوم سبت البيض كنا بنسميه سبت البيض. تلونا البيض في اليوم ده ونخليه نلعب بيه بقى، وبعد كده نخليه اليوم شم نسيم ناكله. فكانت أيام حلوة وذكريات حلوة. اكتبوا لي في التعليقات ذكرياتكم في اليوم الجميل ده، وأتمنى فيديو النهاردة يعجبكم بإذن الله. وعيد شم النسيم هو عيد مصري قديم يا جماعة، من أيام أجدادنا الفراعنة. يعني هم اللي اخترعوا اليوم دي وكانوا بيحتفلوا بيه. وأشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.